السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم إن شاء الله النهاردة معجنات. المعجنات بتخلي ريحة البيت كله خير. قولوا عليها بقى حواوشي، قولوا عليها فطاير محشية، قولوا اللي تقولوا، المهم هتطلع معانا معجنات طعمها جميل. مش بتاخد وقت، سهلة جدا في عمل. انا معايا ايه؟ معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين من السكر، حطيت كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ذرة ملح، كيس فانيليا زي ما انتم شايفين كده، موجود فانيليا سايلة تمام مفيش اي مشكلة. ادي معلقة الخميرة. هنقلب بقى المكونات الجافة ديت مع بعضها، وكمان حطيت شوية من البيكنج صودا، ممكن تحطي شوية من البيكنج باودر، مش هتفرق يعني سواء دي او دي، هي كلها عوامل علشان تساعد كده على التخمير، وفي نفس الوقت تخلي المعجنات بتاعتنا هشة وطرية جدا من جوه. هنعجن بالمية، حابة تعجيني بالحليب تمام، عندك لبن رايب تمام، حابة تعجيني بزبادي تمام مفيش اي مشكلة. بس احنا هنخلينا كده في الامكانيات المحدودة بالمية، مش هتقول لا. بعد ما لمينا العجينة معانا بالشكل ده، هنزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت، ونرجع نلم العجينة ونعجنها تاني وندخل الزيت فيها. الزيت هيخليها طرية وهيخليها خلاص يعني التلزيقة اللي في ايدنا ديت ما عادتش هتبقى موجودة. احنا هنعجن كويس جدا لحد ما الطبق بتاع العجين ينضف، يعني ما عادش يبقى فيه عجين وما عادش يبقى فيه تلزيق في العجينة، تبقى عجينة طرية بس مش بتلزق في الايد. شايفينها طرية ازاي؟ بس في نفس الوقت ايدي طالعة نظيفة مش بتلزق فيها. هدهنها بقى بشوية من الزيت من فوق ومن تحت، وهسيبها بقى تخمر. انا بوريكم الملمس بتاع العجينة، عاملة زي الملبن، عجينة طرية بس في نفس الوقت مش بتلزق. خلاص هنلم العجينة كده بالشكل ده بشوية من الزيت، ونغطيها بقى بفوطة بستريتش لاب، وبعد كده نحطها في مكان دافي تخمر. احنا كده كده الجو حر وهي هتخمر بسرعة، مش هتاخد معانا وقت. انا بحاول اوريكم ان الطبق نضيف خالص من الدقيق، والعجين ما فيهوش اي حاجه. خمرت معانا بالشكل ده. يعني بحاول اوريكم ان انا بديلها البوكس اللي هو بيهبط العجين، بس انا بصراحه ما بحبش اهبط العجين، انا بحبها تبقى كده ايه، العجينه منفوشه قدامي بالشكل ده، بتبقى بصراحه شكلها مريح. هقطعها بقى بشكل كور، هشكلها شكل كور متوسطه الحجم بالشكل ده. الحجم ده حلو وهيفرط معايا كميه حلوه. هحطها على صينية او على الرخامة، بس تبقى مرشوشة شوية من الدقيق. بعد كده هغطيها. طبعا هي عملت كمان معايا شوية، حطيتهم على الرخامة برضو تحتهم دقيق، وهغطيهم واسيبهم تخمروا. بعد كده هجيب بقى وافرد. انا معايا الحشوتين اللي معايا، هحشي بحشوتين مختلفين. طبعا اي حشوة متوفرة عندك حابة تحشي بيها احشي بيها. انا المرة دي هحشي بحشوتين هوريهم لك. انا هحاول افردها، بس طبعا يعني كل ما تسيبي العجينة ترتاح كل ما تفرد معاكي بسهولة جدا. هي اول واحدة اللي عصلجت معايا شوية كده، ان كانت لسه مرتاحتش قوي، بس اتفردت معايا وكانت زي الفل. انا هفردها بالطول بالشكل ده. معايا كده دي اسمها سلطة جبنة فيتا، يعني جبنة فيتا على لانشون على شيدر، آه، يعني الجبنة المتوفرة عندك واللي انت حابة تحشي بيها احشي بيها. انا هحط شوية كده في الجنب وهقفل. بس يعني علشان ما تغلطيش نفس الغلطة بتاعتي، قفلي كويس جدا من الاطراف. انا هقفلها بالشكل ده، هحاول الزق كده الجناب في بعضها بالشكل ده كده، واتك عليها كويس جدا جدا، علشان طبعا لسه هتسيبيها تخمر، ولسه اما تخش الفرن هتخمر تاني، فالجناب دي ممكن تفتح معاكي لو ما اتكتيش عليها كويس. بعد بتك عليها بحاول بقى ان انا افردها بالشكل ده على هيئة يعني ايه نص شقة رغيف كده. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده، زي كده زي ما بنحشي كده القطايف، بس بنرجع نبططها. احطها في الصينيه بقى اللي احنا هندخلها الفرن. الصينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه، ما فيهاش اي ماده دهنيه. هعمل معاكم دي، عملت معاكم بشكل ده الشكل اللي يعني، دي واحده تانية. بس شايفين كل ما كانت خمرت فردت معايا بسهوله جدا ازاي. انا بحاول اوريها لكم عشان اقول لكم يا جماعه اقفلوا الاطراف حلو، لان انا بعد ما دخلتها الفرن كان في بعضهم كده الاطراف بتاعته ما اتقفلتش حلو، ففتحت معايا شويه، وهوريها لكم في الاخر.
خلاص رصيتهم كده في الصينية، وشايفين اللي هناك ديت مش مقفولة حلو ازاي، فدي هتفتح معايا شوية في الفرن. بعد كده هدهنها دهنة بسيطة كده من الزيت من فوق، واسيبها بقى تخمر قبل ما ادخلها الفرن. طب الفرن اللي انا هدخلها عليه فرن سخن، يبقى هشغله من تحت ومن فوق. هدخل الصينية على الصاج من تحت، اول ما ياخد لون هدخلها بقى تحت الشواية تاخد لون حلو من فوق. طبعا انا سبت الصينية دي بقى تخمر. تعالوا نعمل بقى الشكل التاني والحشوة التانية معانا من الحواوشي او الفطاير المحشية بتاعتنا. هنفردها دايرة بالشكل ده. الحشوة اللي معايا دي عبارة عن كبد وقوانص. طبعا حابة تحشي لحمة مفرومة، تمام، الحشوة اللي انت حابة تعمليها. انا حشيت شوية من الجبن اللي بتطول بالشكل ده، والتانيين اللي هم المدورين اللي انا هعملهم بالشكل ده زي رغيف الحواوشي كده، مبططين. بعد ما حشيتهم فردتهم معاكم، يعني ايه، بس ما فردش قوي علشان الحشوة معانا ما تخرجش وانا بفرد. شايفين؟ هرصها بقى برضو في الصينية. بعد ما اخلص الكمية كلها بالشكل ده هدهنها برضو دهنة من فوق بالزيت، واسيبها بعد كده تخمر. بسيط جدا الفطار بتاعتنا او الحواوشي بتاعنا، ومش بياخد وقت خالص. مجرد ما ندخله الصينية فرن سخن جدا من تحت، ياخد لون. بعد كده يعني ما بياخدش وقت، هدخله تحت الشواية ياخد لون من فوق، وبعد كده هخرج الصينية وهغطيها شوية لحد ما يعني 5 دقايق كده هتلاقيها طرت معايا وبقت زي الملبن. شايفين الكمية اللي طلعت معانا؟ كمية محترمة تنفع بقى تعمليها فطار غدا عشاء، سندوتشات للرحلات يعني، واحنا كمان داخلين على المصايف تاخديها معاكي هتوفر معاكي كتير جدا. شايفين الطراوة بتاعتها؟ شايفين الشكل والجمال بتاعه؟ جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بفوطة بقى نظيفة ومساحة دقيق اللي احنا بططنا عليه من تحت. وده الشكل النهائي بتاع الحواوشي بتاعنا. طبعا الكاميرا فصلت قبل ما افتح لكم اللي بالجبن.